قصتنا لهذا اليوم هي قصة مختلفة، قصة تجمع بين الواقع والخيال. قرية صغيرة شكلها عادي تقع في جبال الأبلاش. في الصباح الحياة فيها جميلة، بس أول ما تغيب الشمس كل شيء يتغير. أهل القرية يقفلوا الأبواب ويأمنوا الشبابيك ويظلموا البيت ويحاولوا يتصرفوا كأن اللي برا مو موجود، لأن في الليل في مخلوقات غريبة ومتوحشة وقد يكون بعضها أشبه بالخيال، وهدفها الوحيد أنها تقضي على اللي يخرج بالليل. لو قد تابعت مسلسل فروم راح تعرف الجو اللي أنا قاعد أتكلم عنه. واللي بنسويه اليوم مو أننا نتكلم عن فروم كمسلسل أو عن جبال الأبلاش كجغرافيا، اللي بسويه هو أني أنقل لكم قصة قرى جبال الأبلاش بالطريقة اللي يتكلم فيها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، ياخذوا قصص القرية ويسقطوها على مسلسل فروم، واللي معتقدين أن المسلسل أساسا مستوحى من القرية هذه أساسا. اربط حزامك يا عزيز المتابع وخلينا ندخل سوا للعالم اللي بين الأسطورة والواقع، عالم جبال الأبلاش. فلا تنسوا تصلوا على النبي وتضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، وبسم الله نبدأ. قبل ما ندخل في القصص لازم نتعرف على المسرح اللي صارت فيه كل هذه الحكايات. هذا المكان اسمه جبال الأبلاش، سلسلة جبال طويلة في شرق أمريكا، تعد من أقدم السلاسل الجبلية على الكوكب. العلماء يقولوا أن عمرها أكثر من مئات ملايين السنين، أقدم من كثير من القارات اللي نعرفها بشكلها الحالي، وجبالها وغاباتها صارت مسرح لآلاف القصص. بعضها واضح أنه خيال وبعضها صار فعليا. عموما هي جبال لو تشوفها في النهار تقول هذه طبيعة خلابة. وسط الغابات في قرى صغيرة وبيوت خشب متناثرة وطرق ضيقة بين الجبال. الناس اللي هناك مو ناس مدن، كثير منهم عايشين في نفس المنطقة من أجيال قديمة. وطبعا مع الوقت لما تعيش في مكان معزول بهذا الشكل تبدأ تشوف العالم بشكل مختلف. مثلا تسمع صوت يجيك من بعيد وتشوف ظل يتحرك بين الشجر أو عيون تراقبك في الظلام. الناس هناك متعودين على الحياة القاسية، شتاء طويل وثلوج، عواصف وطرق مقطوعة وليل طويل جدا. كلنا نعرف انه في المدن الكبيرة الليل يعني إضاءة شوارع، سيارات، أسواق، مطاعم وخرجات في الليل. أما في جبال الأبلاش الليل يعني ظلام حقيقي، ظلام من النوع لو طفيت النور الوحيد في البيت ما تشوف يدك لو حطيتها قدام وجهك. تسمع صوت أغصان تنكسر ورياح وحركة شيء بين الأعشاب، وتسمع نباح كلب من بعيد. ومع مرور الزمن صارت جبال الأبلاش منطقة كاملة مشبعة بالأساطير والتحذيرات، لدرجة صار لها اسم لحالها، فولكلور الأبلاش. وفولكلور يعني القصص اللي يحملها الشعب، الحكايات اللي سمعوها من أهلهم وتوارثوها بينهم وصدقوها. ومن هنا بدأ بعض الناس يطالع مسلسل فروم ويقولوا لحظة، القرية اللي في مسلسل فروم كأنها طالعة من قلب الأبلاش، قرية صغيرة معزولة، نفس القوانين ونفس الوحوش اللي في الأساطير. وقبل لا نتكلم عن المخلوقات الموجودة والاختفاءات واللي يرجع واللي ما يرجع، لازم نبدأ من الأساس إيش تسوي إذا جاك الليل. لأن في كل مكان في العالم الناس عندها نوع من القوانين الغير مكتوبة، وهو شيء عرفي متعارف عليه وسط الناس. أهل جبال الأبلاش من زمان عندهم 3 قواعد بسيطة يكررونها لأولادهم دائما. نبدأ بأول قاعدة: لا تفتح الباب بعد ما تغيب الشمس. كثير من العوائل هناك عندهم عادة قديمة وإلى الآن موجودة، قبل ما تختفي الشمس تماما يقفلوا الأبواب ويسكروا الشبابيك وينزلوا الستاير ويحاولوا يقللوا أي فتحة بين البيت والظلام. لما تسأل ليش، ما في أي حد فيهم يعطيك جواب واضح. في اللي يقول لك في الليل الحيوانات تنزل وتدور أكل، ما نبي شيء يهجم على البيت فنضطر إن نأمنه. واللي يجي يوترك ويقول لك مو كل شيء يتحرك في الظلام حيوان. في حكاية معروفة عند أهل المنطقة عن رجل كبير في العمر كان يعيش لحاله في كوخ قريب من الغابة. في ليلة من الليالي سمع صوت دق على الباب في نص الليل، وقف عند الباب وسأل مين. ردت عليه بنت صغيرة وقالت: يا عمي أنا ضيعت الطريق، افتح لي الباب خليني اتصل على أهلي. الشايب شك لأنه مو متعود أحد يكون برا في هذا الوقت. سألها: من وين جيتي ومن اللي معك؟ ما ردت بإجابة واضحة، بس قعدت تكرر: يا عمي افتح الباب أنا بردانة. وبحكم أن الشايب عايش سنين طويلة بين هذه الجبال قرر أنه يلتزم بالقانون القديم: لا تفتح الباب بعد ما تغيب الشمس. فتجاهل الصوت وجلس في كرسي، واستمرت الدقات على الباب فترة لين وقفت. وفي اليوم الثاني قام يسأل جيرانه إذا في أحد كانت عنده بنت برا في الليل. استغربوا كلهم وقالوا لي: أبوي مستحيل، الليل هذا ما في أحد يكون برا. وفي قصة ثانية عن واحدة مشهورة دخل لها واحد من المتابعين وحكى لها عن قصة صارت له في الطفولة. قال: أنا أبوي توفى وأمي قررت أن نروح نسكن عند جدتي اللي ساكنة في جبال الأبلاش، ولما وصلنا شفت أشياء مرة غريبة. كانت جدتي تغطي كل الطيق في الليل وتقفل الأبواب وتنزل الستاير وتطفي الأنوار وتحذرنا إننا ما نفتح لا باب ولا شباك، وإذا أي أحد ينادينا من برا لا نرد عليه أبدا. فاستغربت أنا وسكت بحكم أنه أول يوم لي.
ولما صحينا الصباح رحنا أنا وجدتي عند النهر، لقينا أغلب الجيران متجمعين هناك، وشفتهم قدموا قربان ورموه في النهر. ولما سأل جدتي يا جدة ليش تسوي زي كذا، قالت لي يا ولدي هذا للجنيات عشان يكفون شرهم في الليل. قلت لها طيب ليش تسكر الأنوار وتسكر الطيق وتسكر الأبواب في الليل؟ قالت لي هذه قوانين عندنا، كل بيت لازم يسوي زي كذا في الليل. عدت الأيام وفي مرة كنت أنا وأخويا في الليل نايمين وصحينا بسبب الحر لأن الكهرباء كانت مقطوعة، فقمت فتحت الطاقة عشان يدخل لنا هواء، إلا فجأة أسمع أخويا يقول شوف في شيء قاعد يناظر فينا من بين الشجر. ولما ناظرت شفت هيئة غريبة لدرجة إني ماني قادر أوصفها، لأني شفت بس عيون قاعد تناظر في الظلام. من الخوف أنا وأخويا قمنا نصارخ، وسمعت جدتي صراخنا ودخلت الغرفة ولقت الطاقة مفتوحة. شوي وينزل ضغطها من الصدمة، قامت تجري وقفلت الشباك وتعاتبنا وتقول لي أنا ما قلت لك من يوم ما جيت لا تفتح لا الطيق ولا الأبواب في الليل؟ اعتذرت منها وقلت لها والله إني آسف ما عاد أعيدها، ومشيت الموضوع بالقوة. ومن بعدها مهما سمعت صوت برا أو شفت شيء برا مستحيل أفتح الباب. وكمان في المقطع هذا اللي قاعدين تشوفوا فيديو التيك توكر سمع صوت دق على الباب وشخص يقول له افتح الباب ساعدني بالله عليك. وهنا نرجع لمسلسل فروم. أهل القرية هناك عايشين تحت قانون يشبه قانون جبال الأبلاش، مع آخر شعاع للشمس كل واحد يدخل بيته ويقفل الأبواب والطيق كويس ويتأكد أن التالسمان متعلق في مكانه، لأن الوحوش هناك تطلع في الليل وتتشكل على شكل بشر وتستخدم نفس أسلوب اللطف المصطنع، تدق الباب بشويش وتناديك بصوت تعرفه وتقول لك كلام يطمن، وإذا صدقت وفتحت الباب دمك راح يغطي الجدران. الفرق الوحيد انه في المسلسل احنا نعرف انهم وحوش، وفي الابلاش الناس ما عندهم مسلسل يجاوبهم او شيء قطعي يحكموا به، عندهم قانون يقول مو مهم من يناديك، المهم بعد ما تغيب الشمس انت تقفل الباب ولا تحاول تدور من وراء الباب. ذحين نجي للقاعدة الثانية، لو سمعت احد ينادي اسمك من الغابة لا تروح. تخيل نفسك في مزرعة بين الأشجار والجو هادي، فجأة تسمع أحد من أهلك يناديك ويسكت، أول شيء يجي في بالك أكيد هذا أخويا قاعد يمزح أو واحد من أهلي. أما في الأبلاش أول شيء يخطر في البال هذا مو أخويا، هذا كائن ثاني يبغى يغدرني. وهذا بسبب اعتقاد قديم عند كثير من شعوب المنطقة إن في كائنات تعيش في الغابة ما تقدر تجبرك تروح لها، لكنها تجرب تلعب بعقلك، تقدر تقلد الأصوات اللي تعرفها أو حتى نبرة شخص تحبه ويستدرجوك عشان تطيح في فخهم. ولهذا السبب أهل الأبلاش حذروا أولادهم لو كنت برا وسمعت أحد ينادي باسمك خصوصا من جهة الغابة ارجع للبيت ولا ترد، لأن في بعض القصص تقول أن جميع الأشخاص اللي راحوا ورا الصوت ما رجعوا أبدا. مو شرط يكون اللي صار لهم خارق للطبيعة، يمكن ضاعوا، يمكن طاحوا في حفرة، يمكن هاجمهم حيوان مفترس، بس الفكرة اللي علقت في عقول الناس هناك أن الصوت اللي من الغابة ما يبشر بالخير. نيجي الحين لآخر قاعدة وأغربهم، لا تصفر بالليل. لما تسمع القاعدة هذه تحس أغرب قاعدة ممكن تسمعها، إيش المشكلة لو صفرت في الليل؟ بس عند أهل الأبلاش خصوصا الكبار في السن يؤمنون أن التصفير في الظلام يعتبر نداء مفتوح، أنت لما تصفر كأنك تقول أنا موجود هنا وهذا مكاني. وبعضهم يقول أنت لو صفرت ما تعرف من يسمعك. والأسوأ من هذا أن في اعتقاد غريب شوي، لو سمعت صفارة ولا تعرف من صفر لا ترد بصفارة ثانية، لأنك لو رديت راح تكون دخلت في حوار ونقاش مع شيء ما تشوف. أعطيك مثال عشان تفهم. تخيل بعد الساعة 2 أو 3 الفجر الدنيا ساكتة وانت قاعد تطالع من شباك غرفتك، فجأة تسمع صفارة على اليمين من جهة الجبل، وتسمع صفارة ثانية ترد على الصفارة الأولى من الجهة اللي على اليسار. السؤال هنا مو مين اللي صفر، السؤال هنا هل انت عارف عن ايش يتكلموا؟ لأن في القصص الشعبية الناس يربطوا الصفير في الليل بأكثر من تفسير، ناس تقول انه يجذب الأرواح، وناس تقول هذه لغة الجن، وناس تعتبرها بشكل بسيط قلة احترام لليل. هنا ممكن تقول كل هذا الكلام مجرد خرافات، بس في مقطع لشخص في التيك توك كان قاعد في بلكونة بيته على الساعة 3 وسمع صوت غريب كأنه واحد يستفرغ، وبعدها سمع صوت واحد يصفر ولساته قاعد في مكانه. عموما لو رجعنا لمسلسل فروم نلاقي نفس الفكرة الأساسية قاعدة تتكرر، واللي هي
لا تعطي اللي برا سبب انه يركز عليك. في القرية هناك الناس في الليل يحاولوا انهم يكونوا هاديين بقد ما يقدروا، لا اصوات عالية، لا ابواب ولا طيق مفتوح، ولا اي مواجهة مع المخلوقات اللي برا. ولو تلاحظ القواعد الثلاثة في جبال الابلاش والقواعد برضه في مسلسل فروم كلها تدور حول 3 مبادئ: الهدوء والتجاهل والتحصن. وعلى طار التحصن، في مسلسل فروم اهل القرية يعيشون على شيء واحد واللي هو حجر التالسمان اللي علقوه على الباب، وطالما هذا الحجر موجود المخلوقات اللي برا ما تقدر تدخل. ولو فكرت وشلت الحجر هذا اللي برا يدخل ويحول البيت الى مسلخ في ثواني. فكرة الحجر في المسلسل شكلها خيالي، بس لو ترجع للواقع في جنوب الولايات المتحدة خصوصا في مناطق الابلاش تلقى نفس الفكرة موجودة، مثل حدوة الحصان اللي يعتقد انها تطرد الارواح الشريرة. وكمان كثير من الناس يصبغوا البلكونة او الباب باللون الازرق الفاتح اللي يسمونه هاينت بلو. وكلمة هاينت جاية من لهجة قديمة بمعنى روح هائمة او شبح. الفكرة كانت ان اللون الازرق يخدع الارواح الشريرة ويخليها تحسب ان هذا ماء او سماء فتتجنب المكان. ما اعرف كيف بصراحة، بس هذا اعتقادهم. حتى الى يومنا هذا تلقى البلكونة والابواب مصبوغة باللون الازرق من ايام جدودهم، ولما تسألهم ما يعرفوا ليش، بس متعودين ان بهذه الطريقة يبعدوا الارواح الشريرة والعين عنهم. غير كذا في شيء ثاني تشوفه في بعض المناطق الريفية خصوصا في الجنوب والارياف، شجرة القوارير. تشوفها محطوطة قدام البيوت وعلى كل فرع من فروعها قوارير قزاز فاضية غالبا لونها ازرق او اخضر. الفكرة الشعبية تقول ان الارواح الشريرة تنجذب لانوان القوارير وتدخل داخلها، وبعد ما تطلع الشمس تضرب اشعتها في القوارير تنحبس الارواح الشريرة داخلها او تنتهي حياتها. الى هنا كل اللي تكلمنا عنه يدور بين الاسطورة والمعتقدات والخيال، بس الحين خلينا ندخل في قصص صارت فعلا في نفس المناطق اللي تغطيها جبال الابلاش. في سنة 1969 في حديقة اسمها جريت سموكي ماونتس ناشونال بارك، ان شاء الله اني اكون نطقتها صح، وهي جزء من سلسلة جبال الابلاش بين تينيسي وكارولينا الشمالية. عائلة مارتن كانوا مسوين عادة سنوية واللي هي رحلة تخييم الايام في الجبال. العائلة طلعت تتمشى وكل شيء طبيعي، والاطفال قرروا يلعبوا لعبة بسيطة واللي هي الغميضة. واحد من هالاطفال كان اسمه دينيس لويد مارتن، عمره 6 سنوات. ابو دينيس كان شايف ولده وهو راح يتخبى ورا شجرة قريبة، يعني المكان مو بعيد، واذا راح يمين ولا يسار الشجرة بطبيعة الحال راح يشوف. وبعد كم دقيقة الاطفال بدوا يطلعوا من مخابئهم واحد واحد ويركضوا ويضحكوا لانهم خلاص انكشف، الا دينيس ما طلع من مكانه. الاب انتظر دقيقة زيادة وعينه لساتها على الشجرة اللي تخبى ولده وراها، وبعدها بكم ثانية بدوا الاطفال ينادوه عشان يطلع من المكان اللي مختبي فيه لانه فاز في اللعبة، بس الظاهر انه زودها وما طلع. وبدا الاب يحس بشيء غلط وراح للمكان اللي شاف ولده يتخبى فيه وما لقاه. بدا ينادي باسمه ويدور في الاماكن القريبة من الشجرة اللي اساسا المفترض لو تحرك من وراها يمين او يسار يكون شافه. فشاف ممر طويل فقرر انه يمشي معاه لعله وعسى يكون الولد سبقهم، لدرجة انه ركض كيلوين قدام عشان يشوف اذا فعلا سبقهم ولا لا، بس ما لقى له اي اثر. فتواصل مع حرس الحديقة وبدت واحدة من اكبر عمليات البحث في هذه الحديقة. مئات والاف المتطوعين من مدنيين وشرطة وحرس الحديقة، حتى الجيش نفسه دخل في الموضوع، طيارات وفرق تتبع آثار وكلاب. أكثر من 1400 شخص شاركوا في عملية البحث وغطوا مساحة 140 كيلو متر مربع من الجبل لمدة أسابيع، لكن ما لقيوا له أي أثر واضح. بعد أيام كثيرة من البحث جاء مطر غزير وغطى الأرض وضيع جميع الأدلة اللي ممكن تلقاها، وصار احتمال أنك تلقى دليل أضعف وأضعف كثير. فقالوا رسميا يا أنه تاه مات من البرد، يا أنه حيوان هاجمه، أو يا أنه صار له مثل ما قالوا متابعين مسلسل فروم، أنه من المتوقع الشجرة اللي تخبى وراها دينيس كانت فيها فتحة لعالم ثاني أو مكان ثاني، ولكن من ذاك اليوم إلى الآن ما لقيوا له أي أثر. ونروح للقصة الثانية، حكاية مختلفة شوية، وهي حكاية عن قوم عاشوا بين أهالي الجبال بس مو مثل باقي البشر. قبل ما توصل قبائل الكبيرة مثل الشيروكي للمنطقة كانت الجبال مليانة بناس غريبين، ناس كانوا يسموهم أهل القمر. ليه هذا الاسم؟ لأنه حسب الروايات ما كانوا يطلعوا إلا في الليل. يقولون أن أهل القمر كانوا قصار وأجسامهم نحيفة جدا وبشرتهم بيضاء لدرجة غريبة، ووجوههم كانت شاحبة كأنها ما قد شافت الشمس من سنين. عيونهم كانت فاتحة وما تتحمل ضوء الشمس. الشمس بالنسبة لهم عذاب، النور كان يحرق عيونهم ويسبب لهم صداع ويخليهم حرفيا عميان وهم تحت الشمس. عشان كذا كانوا يعيشوا في الكهوف وتحت الأرض في أماكن ما توصل لها أشعة الشمس أبدا. حياتهم كلها مبنية على جدول واحد، النهار للنوم
والليل للحياة. وفي رواية تقول أن الشيروكي كانوا متضايقين جدا من وجود أهل القمر، لأن مظهرهم وطريقة تعيشهم كانت تخلي الناس تحس أنه في شيء مو طبيعي فيهم. ففي النهاية تقول بعض القصص أن الشيروكي هاجموهم وطردوهم بعيد أعالي الجبال وأجبروهم يتركوا المنطقة تماما، ومن بعدها ما عاد في أي أخبار واضحة عنهم ولا أخبار مؤكدة أنهم لسه موجودين. كل اللي بقي منهم شوية مجسمات حجرية غامضة شالوها من الغابة وحطوها داخل متحف. طيب إيش علاقة أهل القمر بمسلسل فروم؟ اللي تابع مسلسل فروم يعرف أنه وحوش الليل يشاركون أهل القمر بكذا نقطة: الحياة الليلية، وأنهم يسكنوا في الكهوف وتحت الأرض، وإحساسهم بأن المكان مكانهم، لأن في بعض الروايات تقول أن أهل القمر كانوا ساكنين قبل الشيروكي بسنوات طويلة. وبعد ما سمعنا عن أهل القمر نيجي لمرحلة أسوأ، مرحلة تكتشف فيها أن جبال الأبلاش فيها مخلوقات يتكلموا عنها الناس من زمان. 4 أسماء تتكرر كثير في قصص الرعب هناك: الونديغو، العجوز صاحبة الإصبع، وذا فلات وودز مونستر، وذا بيج فوت. نبدأ بالفلات وودز. في ليلة 12 سبتمبر سنة 1952 3 شباب، إدوارد وفريد وتومي، كانوا طالعين يلعبوا كورة قدام مدرستهم. فجأة يسمعوا صوت ويرفعوا رؤوسهم ويشوفوا نيزك في السماء طاح ورا تلة قريبة من المزرعة. ركضوا للبيت جري وراحوا نادوا أمهم كاثرين وقالوا لها: يا أمي الحقي، شوفي إيش طاح ورا الجبل. الأم راحت جرت ودقت الباب على واحد من جيرانهم اسمه يوجين، شاب من الحرس الوطني وشجاع. أخذوا معهم كشافاتهم وكلبهم ريتشي وطلعوا جري يشوفوا إيش السالفة. ويوم وصلوا قمة التلة الجو تغير فجأة، صار في ضباب كثير وريحة غريبة تخنق كأنها كبريت أو حديد محروق. الكلب ريتشي كان يركض قدامهم وفجأة وقف وبدأ ينبح بطريقة هستيرية. يوجين وقف ورفع كشافه، وهنا كانت الصدمة. شافوا كائن طوله يوصل 3 أمتار، راسه غريب ووجهه أحمر ويتوهج وعيونه برتغالية وتلمع في الظلام. أول ما شافهم الكائن طلع صوت فحيح قوي وبدأ يجري باتجاههم. من قوة الرعب طاح الكشاف من يده وأغمى عليه، والبقية سحبوه وراحوا ركض للبيت. ويوم وصلوا البيت كلهم صاروا يستفرغوا، وجاهم التهاب في الحلق، وجاهم كمان صداع غير طبيعي، وكمان كلبهم ريتشي مات بعد يومين. اليومك هذا سنة 2026 إلى الآن أهل القرية يتكلموا عن القصة هذه وعن هذا الكائن الغريب اللي صار معلم عندهم في المنطقة، ويسووا له تماثيل ومتاحف يزوروها الناس إلى يومنا هذا. المهم بعد الفلات وودز عندنا مخلوق أغرب وشكله في الحقيقة قريب من مشاهد معينة في فروم: العجوز صاحبة الإصبع الحجري. شكلها من بعيد جد عادية، بس في الحقيقة أبعد من كذا بكثير، لأن إصبع من أصابع يدها حجر حاد كأنه خنجر. جلدها قاسي وجسمها أقوى بكثير من شكلها، وتقدر تغير شكلها وتتنكر في هيئة شخص يعرفونها الناس عشان يتركون أطفالهم يمشون معها بدون خوف، أو إنها تتنكر في هيئة الجدة الحنونة وتستدرج السياح والمغامرين عشان تغدرهم وتاكل أكبادهم، لأنها تموت في شيء اسمه كبد. تقدر تضحي بإنسان كامل عشان بس تاكل كبده. وهذا نفس فكرة المشهد اللي صار في مسلسل فروم، مشهد الجدة اللي تطلع على البنت من الشباك وتكلمها بصوت حنون وهادي وتقول لها تفتح الشباك. نفس الجو، نفس الطريقة، ونفس الفكرة. نيجي الآن لأغرب مخلوق فيهم، وهو الونديغو. في الأساطير القديمة في أمريكا الشمالية المخلوق هذا مرتبط بشيء واحد، وهو الجوع. يحكون أنه لو الواحد وصل لمرحلة قاسية جدا في الشتاء من الجوع والبرد والعزلة وفكر أنه يأكل إنسان ثاني عشان يعيش، روحه تتحول ملك للونديغو. والونديغو يصفونه بأنه طويل جدا ونحيف لدرجة أن جلده لاصق في العظم، وعيونه مشعة، وجسمه يوحي كأنه كان إنسان. وبعض المصادر تقول أن له قرون، وبعضها يقول أنه ما له قرون. وفي هذه الصورة يبين لكم شكل وحش الونديغو وشكل البشري إذا تحول وصارت روحه ملك للونديغو. ومن أشهر القصص الحقيقية المعروفة عن الأشخاص اللي صارت روحهم ملك للونديغو مسجلة في أرشيف كندا سنة 1879. بطل القصة أو خلينا نقول الوحش اسمه سويفت رانر. هذا الرجل كان صياد ماهر وجسمه مثل الحصان، وكان يشتغل أحيانا كدليل للشرطة هناك. يعني الرجال خبير غابات ومتمرس، والغابة تعتبر ملعبه. المهم أنه بداية الكارثة جاء ذاك الشتاء اللي ما يرحم، ثلوج وعواصف خلت الغابة سجن ما تقدر تطلع منه. سويفت رانر كان مخيم في مكان بعيد ومعزول هو وعيلته، وبسبب قوة العاصفة انقطعوا عن العالم، والصيد صار مستحيل، والمؤونة اللي معهم خلصت تماما. سويفت مع الجوع والعزلة والبرد بدأت تجي كوابيس تخوف، وبدأ يشوف روح الونديغو تطل عليه من بين الشجر. صار الرجال يهلوس ويغمض عيونه ويضرب راسه ويقول وخروه عني وخروه، قاعد يراقبني وخروه. استمر على هذا الحال فترة إلين ما خاف الشتاء وانفك عنه
عنهم الحصار. وبعد مدة من الزمن طلع الربيع ورجع سويفت للبلدة لحاله. الناس سألوه يا سويفت وين أهلك وين عيالك؟ رد عليهم بكل برود ماتوا من الجوع، أنا الوحيد اللي سلمت. لكن الناس ما صدقوه لأن شكله ما كان شكل واحد كان راح يموت من الجوع، كان جسمه مليان وصحته زينة، وهذا اللي شككهم فيه أساسا. بلغوا الشرطة وأخذوه وراحوا المخيم القديم وسط الغابة، وهناك شافت عيونهم اللي ما يتصدق، لقوا عظام أهله مبعثرة ومكسرة طريقة تدل على إنها انطبخت وانأكلت. وبعد ما ضغطوا عليه اعترف وقال الونديغو تلبسني وما قدرت أوقفه وقتلهم واحد ورا الثاني. أهل القرية والشرطة والإعلام كله انصدم من هذا الكلام، وبطبيعة الحال الشرطة ما صدقت كلامه وحكمت عليه بالإعدام. ووقت إعدامه قال لهم هذا أحسن شيء تقدروا تسووه لي، لأنكم لو ما أعدمتوني ما راح أقدر أسيطر عليه، الونديغو أقوى مني. ونجي دحين لآخر مخلوق من المخلوقات هذه وأشهرهم، البيج فوت. وهذا المخلوق بدأ ينشهر عند الأمريكان قبل أكثر من 60 سنة، وتحديدا في عام 1958 كان في واحد اسمه جيري شغال في مشروع شق طرق في غابات كاليفورنيا. يوم من الأيام صحيوا العمال ولقوا جنب معداتهم آثار أقدام كبيرة تصل إلى حجم 40 سنتيمتر تقريبا، ومن هنا طلع اسم بيج فوت يعني صاحب القدم الكبيرة. وفي عام 1967 كان في 2 أخويا باترسون وجيم لين كانوا يتمشوا بخيولهم في منطقة غابات، وفجأة شافوا كائن ضخم مغطى بشعر بني ويمشي على رجوله زي الإنسان بس بضخامة وحش. باترسون على طول طلع كاميرته وصوره، ولو تلاحظوا كيف البيج فوت قاعد يلتفت عليهم بكل برود كأنهم ولا شيء ويكمل الطريق ويختفي بين الشجر. ولين دحين في أماكن لما تمشي فيها في السيارة تشوف في لوحة تحذرك عن البيج فوت. والناس في جبال أبلاش عندهم قصة تشيب الراس ويعتقدون أن البيج فوت هو حارس للغابة. الحين خلينا نرتب كل شيء على الطاولة. جبال قديمة عمرها مئات ملايين السنين، أهل القمر، القبيلة اللي تعيش في الظلام واختفت من التاريخ، مخلوقات تقلد الأصوات، وجدة مو جدة، وغوريلا مو غوريلا، وفضائي ما له أثر، واختفاءات حقيقية، وملفات مفقودين ما لها خاتمة. ولو تضيف فوقها قرية من مسلسل فروم وكائنات تبتسم لك من وراء القزاز، طبيعي جدا ان المخ يبدأ يطبخ لنا نظريات، ولكن ما نثبتها ولا ننفيها، بس نسمع ونستمتع بالوجع الذهني. النظرية الأولى التجربة والمتاهة النفسية، وهي بصراحة أكثر نظرية أنا أميل لها لأنها شبه منطقية تقريبا، واللي تقول ان كل اللي يصير في مسلسل فروم ومعظم رعب الأبلاش اللي نسمع عنه عبارة عن تجربة عنصر المراقب فيها مخفي تماما. القرية في فروم تشتغل كأنها متاهة، تحط ناس من خلفيات مختلفة وتعزلهم عن العالم، تعطيهم تهديد خارجي ثابت، وتعطيهم أدوات محدودة للبقاء، وبعدين تشوف مين يصير القائد ومين ينهار ومين يقتل مين، ومين يساوم على الجيم عشان يعيش، ومين اللي يفضل يموت على انه يمشي على قواعد اللعبة. فالفكرة تقول ان الجبل او القرية او الشيء اللي يدير المكان مو مهتم بس بقتل الضحايا، بل مهتم يشوف ايش يسووا قبل لا يموت. هل بيتحدوا القواعد؟ هل بيخترعوا نظام جديد؟ او هل يطيحوا في بعضهم؟ النظرية الثانية اللعنة القديمة، وأشوف هذه من أغرب النظريات، وتقول إن قصة الأبلاش وقصة الاختفاءات وقصة مسلسل فروم كلها نتيجة شيء واحد، خطأ قديم سووه ناس راحوا، لكن المكان نفسه اللعن بسبب الخطأ هذا. اللعنة ما هي موجهة لأشخاص محددين، بس موجهة لأي شخص يدخل المنطقة، وكل جيل قاعد يدفع ثمن شيء ما سواه. ويقولوا إن الأخطاء هذه تقدر تكون إن أهل القرية سووا مجزرة قديمة أو شعب قديم خان عهده مع سحرة، والنتيجة لعنة تضر أي أحد يعيش في المناطق هذه. وأساسا جبال الأبلاش عندها تاريخ دموي كبير، من حروب بين قبائل وتهجير السكان الأصليين وعنف وناس تموت وسحر وشعوذة واختفاءات. في النهاية هل في أي واحدة من النظريات هذه صحيحة 100%؟ غالبا لا. وهل نقدر نثبت العكس؟ برضو لا. وهذا الجزء اللي يخلي جبال الأبلاش ومسلسل فروم تركيبة مثالية للرعب. انت عالق في النص، تفسير الطبيعي جبال خطيرة وناس تضيع، وفلوكور يكبر القصص، وتفسير غامض مكان عنده قوانينه وكائنات انت هدفها الوحيد. بالنهاية توقع ان احداث المسلسل هذه كلها مبنية على فلوكور اللي هي الاساطير حق جبال الابلاش، جمعوا كل القصص القديمة والمعروفة وسووا عليها مسلسل اللي هو مسلسل فروم، والله اعلم. هذا إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.